إذا هناك تطور لافت. مصدر أمني مصري يقول بمقتل شخصين من فوج سياحي إسرائيلي في إطلاق نار بمنطقة المنشية بالإسكندرية. المزيد من التفاصيل ونحن نتابع هذه الصور. المعلومات الأولية التي توفرت من خلال القنوات المحلية والمصادر الأمنية تتحدث عن هذه الحادثة، وهي قيام فرد شرطة لم يتبين إذا كان وقتها كان في الخدمة أم كان مجرد تصادف وجوده في هذا المكان، ولكن الترجيحات أنه كان في وقت خدمته. وفي وجود فوج سياحي إسرائيلي في منطقة الإسكندرية، منطقة عمود الصواري هي منطقة تقع على كورنيش الإسكندرية أمام مكتبة الإسكندرية، وعادة ما تكون جزء من جولة سياحية تقام لمعالم المدينة. ومن الواضح أن مع في وجود الأحداث المتداعية في الأراضي المحتلة حدث هذا الحادث من قبل فرد الشرطة أو فرد الأمن كما جاءنا من خلال المعلومات الأولية.